شلون نطبع كتاب وإحنا بالعراق؟ مرحبا، وياكم ميس فاضل وهذا ريل جديد. هواي سألتوني هذا السؤال، إنه ميس شلون نلقى دار النشر المناسب بالعراق؟ شلون نعرف إنه هذا الدار مصداقيته عالية؟ المتنبي شارع لمحبي الكتب في بغداد العراق، وهذا الشارع به عدد لا متناهي من دور النشر. كل دار يختلف عن الثاني من ناحية المصداقية، ترويجه، وحتى طريقته بالنشر ونوعية الكتاب ورداءته، وإذا طبعه برا أو طبعه داخل العراق. وهذا الشيء يختلف مثل ما قلت لكم من دار إلى ثاني. أكو دار تلقى عند المصداقية عالية بس مات الترويج ضعيف، أكو دار تلقى ترويجه كلش عالي بس مصداقيته هيج. وطبعا ما راح تعرف مصداقية الدار مهما تكون أنت شاطر وتروح وتجي، لأنه الدار راح يعرف شلون يختلسك بدون ما أنت تحس. وإذا نريد نرجع للمصداقية ونتأكد منها، فهي تتبع السمعة وناس أنتوا تعرفوهم طابعين كتابهم يم هذا الدار، لأنه بغير شيء ومخافة رب العالمين نهائيا ما راح تقدر تلقى في الدار اللي دا يغشك. شلون تتم طريقة الغش يا ميس؟ تتم طريقة الغش عن طريق إنه مثلا يقولوا لك إحنا نطبع لك 250 نسخة من كتابك، بس هم يطبعون فد 500 نسخة. يقولوا لك إنه كتابك بعد ما خلصان وكلش ضعيف ودا يمشي بطيء، وينطوك نسبة بس عن 250، بس هم دا يبيعون بيه وانت ايش مدريك ما تعرف. بالنسبة إلي مريت بعدة تجارب، ومثل ما قلت لكم آخر تجربة كانت مع دار كلكم سألتوني عنه، هو دار عدنان. دار عدنان للأسف أنا بعد يوم خلصت تجربتي وياه، وثانيا هو دار ما يطبع روايات، يعني حتى زوجي من راح لدي يطبع روايتي يمه هو رفض. اتبنى حالتي بشيء، يعني اتبنى حالتي كحالة فردية، هو يطبع أغلبها كتب تاريخية سياسية اجتماعية ودينية. هسه ميس تعال شلون نعرف الدار الزين؟ وهواي دا يمدحون بدار آل طويرش. هذا الدار موجود بصف دار شو اسمها البنية، اكو بنية نسيت اسمها، حطلكم اياه هنا. هي بصف دار هذه البنية، بصف الشابندر. يقولون هذا الدار كلش يخاف رب العالمين. ما اعرف ترويجهم اذا زين لو لا، بس اذا انتم تخافون يعني تريدون احد مخافة الله موجودة على مود يربحكم صح، على مود يعني يسوي كتابكم بمخافة رب العالمين بالمختصر، هذا الدار انصحكم به. من ناحية الترويج الزين، اعتقد انه دار جسد كلها قاعدة تمدح به من ناحية الترويج، ومن ناحية انه هم ايضا ضميرهم زين، بس اني ما اعرفهم. اني بس اقدر ازكي دار آل طويرش لانه أعرفهم معرفة شخصية، فأعرف إن هم نهائيا ما يقدرون يغشون أحد. نروح للخطوات الفعلية لما نروح إحنا للدار، شلون نحكي وياهم، شلون نتعاقد وياهم. إحنا طبعا لما تروحون للدار لازم يكون كتابكم جاهز. شلون يكون جاهز؟ يكون جاهز PDF، يعني أنتم مسوي نسخة إلكترونية كاتبي بالحاسبة على برنامج وورد. تعرف برنامج وورد؟ هذا برنامج موجود بكل لابتوب بكل حاسبة جايز. تكتبون الكتاب مو ورقيا، تكونون كاتبيه على برنامج وورد ومحضريه بفلاشة. لما تروحون للدار تقولوا له هذا الكتاب هذه قصته، انت ايش قد راح تنطينا نسبة، وتتعاملون وياه على عدد الكتب. يعني يقول لكم مثلا انا اطبع لكم 250 نسخة بكذا سعر، او اطبع لكم 500 نسخة بكذا سعر، فانتم لازم تلقون السعر المناسب شوية، تتعاملون ويا الدار وتحطوا لكم نسبة مناسبة. نسبة المبتدئين دائما تصير 15 إلى 20، 10 همين كلش يعني اوكي كمبتدئ بالكتابة. الخطوة الثانية هو انه انتو تعرفون نوعية الورق اللي انتو حابين تطبعون كتابكم على اساسه، تعرفون نوع الورق اللي انتو تريدون تختاروه، تعرفون شكل الغلاف اللي انتو حابين تصمموه. يعني مثلا اكو كتب تكون مجسمة، الرسمة لما تلزموها مجسمة، واكو كتب لا تكون مسطحة. اكو كتب يقولوا لكم احنا نطبعها بلبنان او بالعراق، لا تهتمون لهاي المسألة لانه اغلبها يكون بها عدم مصداقية للامانة. اهم شيء تشوفون مثلا داخل الدار تفترون تشوفون كتبه اللي هو طابعها، وتقولوا له هذا الكتاب ممتاز، ورقه ممتاز، غلافه جيد كنوعيه وليس كشكل. اكيد حتختارون الشكل اللي انتم يناسبكم، لان الدار يكون عندهم مصممين خاصين لطباعه الغلاف، فانتوا تختارون الورق اللي هو عنده وتقولوا له انا اريد هيك كتاب، هيك متانه، هيك غلاف. او تجيبون كتاب انتم عندكم عاجبكم غلافه، عاجبكم حجمه، وتقولوا له احنا نريد الكتاب يصير نفس هذه النوعيه، وتكونون صارمين وليس قاسين. يعني يكون عندكم عدم تردد بطلب هذا الشيء، انا اريد هذا الكتاب يكون بهيك نوعيه. هذا بالنسبه للدور.
أنصحكم دائما إنه تطبعون 250 نسخة فقط وتبدون من داخل بلدكم، يعني مو تبدون توزعوها دوليا أو تطبعون كميات كبيرة، لأنه راح تتورطون صدقوني. لما تبنوا لكم قاعدة جماهيرية زينة أو الكتاب راح ينشهر، أصلا الدار راح يقول لكم تعالوا نطبع لكم الطبعة الثانية مثلا مجانا، أو نعطيكم بيها نسبة أعلى أو ولهذا دائما أنصح أنه تبدون بنسبة قليلة. والترويج لا تعتمدون دائما على الدار، انتم همين روجوا داخل صفحتكم، سووا لكم صفحة على الانستغرام او على اي منصة انتم تحسوها فعالة بالنسبة لكم وعندكم جمهور بيها، صوروا بيها صور كلش واضحة للكتاب، احكوا عن الكتب، روجوا لكتابكم بطريقة مباشرة، لا تعتمدون على دار النشر بالطريقة الأولى لنشر كتابكم. أما جماعة ميس إحنا حاليا أساسا ما نعرف شلون نبدي بالكتابة، شلون نعرف هذا الكتاب راح يفيد القارئ لو لا. يا جماعة اقروا كلش هواية، اقروا وكتبوا بمنصات ثانية. مثلا عندكم تطبيق جود ريدز، عندكم تطبيق واتباد. جود ريدز إذا أنتم قريتوا كتاب دائما حطوا ريفيو عن هذا الكتاب داخل تطبيق جود ريدز. شوفوا إنه أنتم شنو رأيكم، شوفوا أنتم من تقرون رأيكم تحسون إنه أنتم ايدكم على الكتابة، ادوات كتابتكم تقوت. مثلا على تطبيق الواتباد تقدرون ان تكتبون قصص قصيرة وتنشروها، او حتى انتم تمارسون الكتابة يومية، مثلا تكتبون يومياتكم تكتبوها على شكل فضفضة. مثلا انا لما اضوج من اي احد اقعد اكتب كل مشاعري، هذا بحد ذاته تمرين للكتابة. اذا اكمل كتاب اروح على تطبيق جود ريدز واروح واكتب كل معلوماتي وملاحظاتي عن هذا الكتاب، شعوري تجاه هذا الكتاب، ايش فادني ما فادني. تقدرون تبدون هيك، لا تعتبرون هذه البدايات ولا احنا نريد نبدي بداية فورية ورأسا نكتب كتاب، ماكو شيء. صدقوني اللي قدامكم أول مرة بحياتي أحاول أكتب رواية، الموضوع كلش صعب. أي شيء أكتبه بعدين يعني أجاعده وأذبه ما يعجبني نهائيا، ما عندي أي فكرة عن صعوبة كتابة الرواية جايز. يعني هي أصلا طريقة كتابة الرواية بالنسبة إلي صعبة، لأن أني مو أي شيء أقرأ أتونس بيه، مو أي شيء أقرأ أحسه نفعني، فكلش نحسه أساسا بموضوع القراءة. فشلون إذا أنا أريد أكتب شيء لازم أعجب الجمهور. زين ميس أنت مو عندك كتاب، لا عاد شلون كتبتي؟ الكتاب السابق كان نصوص، أعتقد النصوص أسهل بهواية من الرواية. الرواية مو صعب تنكتب، بس صعب تكتب رواية جيدة، صعب هسه تكتب رواية داخل عالم مليء بملايين تريليونات الكتب. هذه الكتب كلها الموجودة بالمكاتب أني ما رايدة بس أضيف عليها عدد، أنا أريد أسوي كتاب عن جد. أنا لما أقرأ أريد أقرأ مرة ومرتين وثلاثة، مو إلا يكون بفائدة بس ممكن يكون ممتع، مثل الأغنية تسمعها وتستمتع لما تسمعها وتريد تعيدها مرة ثانية. اكتبوا لي بالتعليقات شنو الأشياء اللي أنتم همين حابين تعرفوها عن دور النشر، عن الكتابة، على مود أسوي لكم ريل جديد ونستفاد من عنده سوا. وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.